ايه الجمال اللي انت عاملاه ده يا بوسي؟ هو انت عامله لنا ايه النهارده؟ عامله لكم بقى كيكه، بيتزا، زي ما تقولوا كده. شايفين الخلطه بخلطتها وجميله جدا ازاي؟ عايزين تعرفوا هي اتعملت ازاي؟ كملوا معايا الفيديو، لايك واشتراك، وتعالوا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ بوسي. لو اول مره تشوفي قناتي اسعديني باشتراكك في القناه، ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير. عندنا 3 بيضات، عندنا بيضتين. هنعمل الوصفة ديت، يعني هنعملها بجد سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة. تنفع عشوة، تنفع غدوة على السريع كده. وهقولك ممكن نعمل جنبها ايه عشان تحس ان هي غنية كده وغدوة. بجد مش مكلفة خالص وعلى قد الايد وسهلة جدا. هنحط بقى معانا 3 بيضات. هنحط معلقة فلفل، هنحط ملح معلقة ونص ملح نحدقها كويس قوي. هنحط نص معلقة خل. بس كده بس كده. هنضرب بقى البيض كويس، وبعد كده هنحط عليه كوباية لبن. احنا عندنا 3 بيضات، كوباية لبن، كوبايتين دقيق، دي المقدار بتاعنا. هنحط كوباية لبن. احتاجنا لبن هنحط، ما احتاجناش خلاص. يعني انا هقول لكم في النص كده ان شاء الله انا احتاجت قد ايه. هنضربهم كويس جدا، وبعد كده بقى نحط عليهم الكوبايتين دقيق. هننخلهم عشان ندخل بس الهواء. طبعا دقيق حلو وكل حاجة، بس عايزين ندخل الهواء فيه اكننا بنعمل كيكة بالظبط. هنحط كوبايتين زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليه نص كيس بيكنج باودر او معلقه. يعني انا عشان انا هديك المقدار بالظبط. يا كيس نص كيس بيكنج باودر، يا اللي هي المعلقه الصغيره ديت، معلقه ممسوحه كده، اللي هي الصغيره، اللي هي الصغيره قوي، اللي هي بتاعت الشاي الصغيره، مش الشاي الكبيره شويه. آه وممكن تاخديها من الكيس يعني. عندك بقى المكونات اللي انت حباها يا ست الكل. انا عندي هنا طماطمتين، واتنين حبة فلفل، واتنين سوسيس، يعني 2 صباع سوسيس. آه عايزه تحطي لانشون حطي، عايزه تحطي بسطرمه حطي، بس احنا عايزين نعملها بالسوسيس، بتبقى طعمها يا جماعه جميله جدا. عندك زيتون حطي. انا بقى حطيت صراحه شويه زيتون كده عشان ابني طبعا بيطلعوا، يعني عارفين بيقعد يطلعوا كده من الخليط اللي احنا بنعمله، بس بيدي الصراحة نكهة حلوة قوي. هنا هنحط بقى معانا الجبنة الموزاريلا. بصوا انا بقول لكم، انا هنا الكيس الفكرة دي جايباها من على الفيس، الصراحة عجبتني جدا، وهعمل لكم فيديو بيها ان انت تقطعي نص الكيس وبعد كده تعمليه اكنك بتربطشي. فاهمين قصدي؟ هتحطي الجبنه الموزاريلا دي بقى يعني على حسب امكانياتك، وعلى حسب عندك ولا لا. ما عندكيش، عندك بش جبنه رومي حطي، شيدر حطي. في كده بيبقى عندنا في التلاجة جبنه رومي كده ناشفه او كده، حطيها سيح معانا في الفرن وان شاء الله هتدي النكهه. بس طبعا الجبنه الموزاريلا كده بتديها طراوه من جوه، بتبقى طريه من جوه كده وجميله قوي. هنحط بقى الخليط، وهننزل طبعا الخليط كله في الصينيه بتاعتنا مدهونه زيت، وحطيت بقى كميه دقيق حلوه عليها عشان ما تلزقش معايا. اهم حاجه ان هي ما تلزقش. كان عندي بقى صباع كده السوسيس، رحت مقطعاه وحطاه على الوش. حطيت بقى المكونات اللي انا عايزه احطها على الوش حطيها، هي خلاص المكونات دخلت جوه. عايزه بقى تحطي المكونات زياده على الوش حطي. حطيت طماطمايه واحده كده قطعتها ورحت حطها على الوش، وفلفلايه واحده قطعتها وحطيتها على الوش. عندي جبنه قريش، ممكن تحطي فيها جبنه قريش بتديها طعم جميل جدا جدا. بس انا حبيت اعملها اقتصاديه، وبجد الاكله دي تنفع غدوه حلوه قوي قوي قوي. تعملي جنبها شويه بطاطس محمره وشويه كاتشب، وخلاص على كده غدوه يعني موفره جدا وما فيهاش اي حاجه. يعني متهيألي ربع كيلو سوسيس اللي انت هتجيبيه، والجبنه الموزاريلا بس مش اكتر. وممكن تعمليها على فكره من غير جبنه موزاريلا، اي نوع جبنه انت ممكن تحطيه، النكهه اللي انت حباها تحطيها. آه
هي مش هتمط ولا اي حاجة يعني. بس فكرة الطعم الجبنة الموزاريلا بتديها طعم حلو قوي يعني. هنحطها على الوش وهنحمرها زي ما انتوا شايفين كده. تقوليش بقى مكرونة بشاميل، يعني ما تقوليش مكرونة بشاميل، بجد طعمها جميل جدا. وحطيت على الوش جبنة الموزاريلا زي ما انتوا شايفين، وحطيتها على الفرن الرف الاوسط. خدت بالظبط ربع ساعة. عشان اهم حاجة بس ان انت تدخليها الفرن تكون سخنة، بس مش اكتر ولا اقل. يعني 13 دقيقة ربع ساعة كده. وطلعتها سبتها تبرد بقى، ورحت مطلعاها ومقطعينها. يعني ما اقدرش اقول لكم، يعني بجد سهلة جدا جدا وموفرة جدا. تنفع غدوة، بجد غدوة جميلة جدا ومش مكلفة خالص، والولاد بيحبوها واحنا يا كبار هنحبها طبعا وبنحبها. مفيش حد بيقدر تدينا طعم البيتزا كده، محدش ما بيحبهاش. سهلة موفرة وجميلة جدا. انا عمالة اقول لكم سهلة وموفرة عشان بجد سهلة وموفرة. والخلطة بتلعب بخلطتها اهي زي ما انتوا شايفين، وهقطعها معاكم كمان الخلطة بخلطتها. ولو عجبك القناة لغاية ما انت شايفاني دلوقتي، بصوا هي كانت لسه سخنة والدخان طالع اهوت. آه، حلاوتها لما تبرد، يعني انا ما بحبهاش سخنة الصراحة. حلاوتها سيبيها تبرد شوية، حطي عليها كاتشب، بطاطس محمرة او شيبسي جنبها، واكلة فعلا تحفة وسهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت. لو انت تعبانة ومضغوطة هتعمليها، هتبقى جميلة جدا. والخلطة بخلطتها هي يعني كيكة بيتزا. زي ما انتوا شايفين كده. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة، اشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، ولايك وشير. لو